لديه الحب كامله. يمكنك أن تتبع الخطوات التالية السهلة، وهي بكل بساطة تقرأ في كل منها فعل أمر من خلال أبجدية الحب حسب الترتيب الهجائي. تدلك على ما إن طبقته قرب بينك وبين أبنائك، فإن كنت ممن طبق هذا الأمر فاحمد الله واشكره، وإن كنت ممن غفل عنه فاستغفر الله وابدأ من هذه اللحظة، فإذا عزمت فتوكل على الله. أدبك أبنائك وأحسن تربيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهذا يكون من خلال تعليم الأبناء حسن الأدب والمعامله مع كل منه. 1. الله جل جلاله. 2. القرآن الكريم. 3. الرسول صلى الله عليه وسلم. 4. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 5. الصحابة رضوان الله عليهم. 6. الصالحون والعلماء. 7. عامة المسلمين. 8. الحيوان. 9. الجمال وهي الأمور المادية التي نتعامل معها كل يوم. 10. غير ذلك ممن تظن أنه يستحق التخصيص، حيث يقوم الوالدان بتوضيح فضل هذا الأدب ووسائل تحقيقه. يشارك ابنه المعرفة والعمل حتى يتيقنه، ومن ثم يتابعه حتى يستمر عليه. بين رأيك في أبنائك، فإنهم يحبون الاستماع لا تقويمك لهم، ومدى رضاك عنهم وعن أعمالهم وإنجازاتهم في الدراسة وفي المنزل، وعن أسلوبهم في الكلام والمظهر والهندام، وهذه فرصه للإطراء والمدح والافتخار إذا أحسن الأبناء. وفي حال عدم الإعجاب ممن قدموه اليوم، فلا بأس من أن تعطي رأيك بصراحه، ولكن بأسلوب هين لين مع طرح البديل، لكي يشغل الأبناء مدى قربك منهم ومتابعتك لأعمالهم، فيزداد بذلك حماسا وجهدا. ويفضل أن يكون هذا النقد البناء والتوجيه بعيدا عن التشهير إن كان فيه توضيح لأمر سلبي يذكر، وأما الإعلان والإعلام فيكون في حالة الإطراء. وذكر محاسن الأبناء. ملاحظه: يفضل عدم الإكثار من الإطراء دون ذكر الجوانب السلبية، مع مراعاة العدل بين الأبناء في عملية الاطراء حتى لا تتسبب في الغيره والحسد. تأسف وبادر بالاعتذار إذا بدل منك ما يعكر صفو أبنائك، ولا عيب في أن يقوم الأب أو الأم بالاعتذار إذا خرج عن الإطار الصحيح، وهذا وارد، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأشكال الاعتذار كثيره، منها الكلمات التالية: آسف، سامحني، فعلتها دون قصد أو وعين، أنا نادم، غصب عليا، أرجو المعذرة. ثقف أبنائك وغذهم بالمعرفة، فالثقافة عون للأبناء على بناء الشخصية المتزنة. الثقافة وسيلة النجاح وباب مفتوح على العلوم وأول مجالات التخصص والإبداع، وليكن ذلك من خل. جاهد مع أبنائك في سبيل الله تعالى في كل يوم، من خلال مجاهدة النفس والصبر على الطاعة، خاصة صلاة الفجر في وقتها وجماعة المسجد، والصبر عن المعاصي خاصة الكبائر منها، والصبر عند الابتلاء في الأمور اليوميه. ويكون ذلك من خلال الحوار والشرح الوافي عن معنى الجهاد وأشكاله والوانه، فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحديث النفس به والمشاركه، فعليه أن لزم الأمر. وأنواع الجهاد كثيره، فالقتال في سبيل الله أعلى مراتب الجهاد، ومغالبة الشيطان من الجهاد، والدفاع عن النفس والأهل والمال والعرض من الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد. يحتاج إلى إعداد العد الفكري والنفسي والمادي والمهاري، فكل ذلك مطلوب.
قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما أسد. ومن جميل الجهاد أن يقوم الوالدان بتعليم الأبناء كيف يعدون عدة الجهاد، بأن يبدأ الوالدان بسرد قصص الأنبياء أو الصحابة أو الصالحين، ثم يبينون فيها معنى الجهاد ويحددون لهم كيف يمكن التأسي والاقتداء بهم وتطبيق ذلك في واقعهم، حتى نحقق إعداد العد الجهادي في المجالات جميعها.